بيتكوفيتش يحضر مخططات سيالب ونجاح وسليماني. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء، أيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. يستعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لخوض جولة في ملاعب القارة الأوروبية في القريب العاجل من أجل تحقيق أهداف خطة لتدعيم صفوف المنتخب الجزائري بلاعبين جدد. ومن أجل تحقيق أهداف خطته الجديدة من المؤكد أن فلاديمير بيتكوفيتش سيضحي بلاعبين لم يقتنع بمردودهم في تربص الشهر الماضي، أو ممن اقتنع أن نهاية قصتهم حانت مع منتخب الجزائري. وكشف موقع لوكومبستيون أن المهاجم بغداد بونجاح من بين الأسماء المرشحة بقوة للخروج من حسابات الناخب الوطني بداية من تربص شهر جوان المقبل. ورأى مدرب كتيبة محاربي الصحراء الجديدة أن مهاجم نادي السد القطري لم يظهر الكثير في مواجهتي بوليفيا وجنوب إفريقيا، ولم يقدم المستوى الذي يسمح له بالمواصلة مع المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة. وفضلا عن الاستبعاد المرتكب للمهاجم بغداد بونجاح، سيبقى التقني البوسني الأبواب مغلقة في وجه الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني. واقتنع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بأن سليماني لا يمكن مكانه في كتيبة الخضر، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب تراجع مستواه كثيرا الموسم الحالي وتقدمه في السن. وكان بيتكوفيتش قد كشف في أحد ندواته الصحفية أن الباب يبقى مفتوحا أمام سليماني للعودة مجددا إلى صفوف كتيبة الخضر بشرط استعادة مستواه أولا وضمان المشاركة باستمرار مع نادي. وفي ظل خطة التخلي عن بونجاح والسليماني في الفترة المقبلة، سيكون المهاجم أمين غويري محور الخطط الفنية الهجومية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حسب ما أكده المصدر السابق. كما سيعتمد على صاحب 60 عامل نظام جديد في خطته الهجومية، حيث سيمنح أدوار أكثر في الهجوم للاعبي خط الوسط من أجل مساندة المهاجمين الذين سيقودهم نجم نادي أمين غويري. وسيكون بيتكوفيتش وأشباله على موعد مع إكمال مشوار تصفيات نهائيات كأس العالم 2026 شهر جوان المقبل، بمواجهة غينيا وأوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السابعة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن ما أقيل في الخبر عن سليماني وأبو نجاح. ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.